الاجتماعي. الإسكان الاجتماعي اللي بتقوم بيه الدولة. عمارتين 3 اللي بيروح يزورهم الوزير عشان يفتتح المشروع. العمارتين 3 دول بيبقوا مفنشين كويس عشان سيادة الوزير جاي. فأنا بخاطب المسؤول اللي بيستلم والمهندس اللي بيستلم والصنايعي اللي بيشتغل. بس خلينا ما نستناش يا جماعة المهندس الاستشاري أو الشركة الكبيرة تيجي تستلم مني. ليه أنا كصنايعي عندي ضمير، ليه ما اشتغلش صح من البداية؟ ما كل واحد يحكم ضميره في اللي بيعمله. انما النهارده لما يحصل ماس كهربي بسبب مشكله في الكهرباء في مكان في مدينه جديده، ويحصل حريق ويحصل ام وابن يموتوا، فالاسكان الاجتماعي ده يبقى اول طريقك للموت، مع انه كان اول طريقك لبدايه حياه كويسه، بدايه حياه تعيش فيها. انت راجل جاي من العشوائيات وجاي تعيش في مدينه جديده، عندك هدف جديد، عندك حلم جديد. يا جماعه الشقه دي حلم ناس. الشقه الاسكان الاجتماعي ده حلم ناس وحلم شباب عاوز يبدا حياه، واحد عاوز ياخد اسرته من مكان عشوائي مليان زباله ومليان قطاعين طرق ومليان ناس بتشرب وغيره 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 في الاماكن اللي احنا عارفينها في مصر جوه. وكان حلمه ان هو يطلع لبره، ان هو يروح للشقه دي ويعيش في مدرسه كويس، في مناخ كويس، في بيئه نظيفه، يفتح الدنيا يلاقي شمس يلاقي هوا غير الاماكن اللي كان عايش فيها. فده كان حلم بالنسبه له. لما الحلم يتحول لكابوس بسبب مين؟ بسبب قله الضمير اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. الضمير لازم تكون رقيب على نفسك. انا راجل صنايعي وشغال في شقه، انا راجل مقاول وجايب سلك وجايب غيره وجايب مكونات عشان اظبط الشقه. لازم يكون المكونات كويسه، الكواليتي بتاعها عالي، جودتها نظيفه، عشان ما يحصلش كوارث، عشان مفيش ناس تتضرر. فيا جماعه حكموا ضميركم، حكموا ضميركم في شغلك، في شغلك حكم ضميرك في شغلك عشان تبقى صنايعي كويس، عشان تبقى مهندس محترم، عشان تبقى شركه محترمه، عشان في الاخر لما الناس تاخد الحاجه تلاقي حاجه كويسه. النهارده لما اغلبيه الشباب واغلبيه البيوت اللي بتاخد الشقه دي بيبدا يعيد هيكلتها من الاول ويصرف عليها تاني، وهو شاريها ان هي متشطبه، يبقى ده حرام. على جانب اخر في ناس كويسه وفي مقاولين كويسين وفي ناس بتجد وناس بتتعب وناس بتفنش على قد ما بتقدر. فيا جماعه راعوا ربنا، راعوا ربنا، راعوا ربنا في الناس، وراعوا ربنا في بلدكم. والله بلدكم كويسه بس عاوزه ناس تعيش فيها كويسين، عاوزه ناس يكون عندهم ضمير. لو الناس كلها عندها ضمير بلدنا هتبقى كويسه. ده حلم يا جماعه، في ناس كتير حلمها ان يبقى عندها شقه، مش حلمها انها تموت.